يا صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله التحدي كان في الفيديو بيني وبين جوزي. جاب لي الكنافه وقال لي انا عايزها زي بتاع المحلات بالظبط. فقلت له طب خلاص ماشي هعملها لك. فعملتها وجربها. جبت بقى قلت له والله لا تظهر وتقول رايك. فالحمد لله الحمد لله طلعت حلوه جدا وعجبته. وقال ان هي كويسه وحلوه زي بتوع المحلات. قلت له ماشي اما دوق انا بقى. فدوقتها بقى وكانت حلوة بصراحة وجامدة. أول مرة أعمل كنافة وتطلع بالحلاوة دي. وطعمها تحفة تحفة. يلا مع بعض ونشوف الطريقة ازاي. وزي ما انتم شايفين الكريمة من جوه أو القشطة الكدابة حلوة جدا وسايحة كده، مش ماسكة ولا مجلدة، وطعمها تحفة. معايا هنا ده كان جايبهولي امبارح نص كيلو من الكنافة. ما شاء الله عمل معايا الصينية الحجم الكبير اللي انتوا شفتوها دي. زي ما انتم شايفين نص كيلو ده انا بيته من امبارح في الفريزر. فكان سهل عليا على طول اول ما طلعته. فركته كده بايديا. فما اخدش مني وقت على طول. تمام. زي ما انتم شايفين كده. تعملي بايديكي كده وطبعا هيسهل عليكي كتير قوي اكتر ما انت هتقعدي بقى تقصقصي والكلام ده. بايديك على طول لانه هو طالع متلج يعتبر. فمجمد فانت بتهركيه كده. فبيبقى سهل عليكي وبيتهرك على طول. تمام. احسن ما انت بتجيبيها اصلا اللي هي بتبقى مهروكه دي، انا ما بحبهاش بصراحه. ما جوزي قال لي اجيبها لك، قلت له لا انا عايزه من اللي هي دي وانا هعملها انا بطريقتي. تمام. جبت هنا بقى هنعمل بقى القشطه الكدابه. معايا كيلو من اللبن. هنحط عليه 4 أو 5 معالق نشا. وهنقلبهم وباكو فانيليا. اللهم صل على النبي. آه، معلقة سكر بودرة. وهنرفعهم كده على النار لحد ما يدينا القوام. آه، الكريمي، مش التقيل، قوام كريمي مظبوط. تمام. زي ما انتوا شايفين هتفضلي تقلبي تقلبي كده فيهم، اوعي تسيبيها عشان ما تتحرقش منك او تتلسع او تتكلكع منك. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. تفضلي تقلبي فيها لحد ايه ما يديك القوام. هو طبعا ما بتاخدش وقت خالص على النار. وبتشد معاك على طول عشان النشا. وبعدين هتحطي لها معلقه قشطه. هي دي طبعا بتفرق كتير قوي في الطعم بتاع القشطه الكدابه. بتديها طعم حلو قوي. تمام. زي ما انتم شايفينه معايا هنا ده. حوالي 3 معالق سكر بودرة برضو. ومعايا هنا اللي هو المج ده مج الا ربع من السمنة. طبعا هو كبير وحجمه كبير عن نص كيلو. وتفضلي برضو تاني تفضلي كده تهركوا فيهم او تقلبيهم بنفس الطريقة كده لحد ما ايه السمنة تندمج مع الكنافة. ويبقى لونها كده ذهبي حلو. تمام. زي ما انتم شايفين كده. آه، زمان زمان كان الكنافة دي يعني زمان. وانا صغيرة انا كنتش طبعا ما اعرفش اعمل كنافة والحاجات دي. كانت امي او يعتبر في بلدنا بيعملوه. ما بيحبوش اللي هي بالمهلبية دي. بيحبوها اللي هي بالزبيب وبالفول والكلام ده. بتطلع معاهم حلوة بصراحة جدا يعني. وما يحبوش ابدا اللي هي المفروكة دي. بيخلوها شعر زي ما هي. وبتطلع معاهم ما شاء الله ما شاء الله حلوة جدا. آه، ضنيني قوي او قليل قوي ان تلاقي ان حد يحط عندنا يعني اللي هو بالمهلبية دي. كانوا زمان بيقولك هتحط اللبن على النار والمهلبية والكلام ده. بس دلوقتي ما شاء الله كله اتعلم بقى وكله بيعمل. وزي ما انتم شايفين التحفة الفنية بتاعتي. طبعا انا العسل ده كان عندي. كنت عاملة كمية وكنت حاطاه بقى في البرطمان الكبير ده. وحاطاه في التلاجة. او تحفظيه بره عادي. زائد بقى كده الكنافة وكانت ما شاء الله حلوة. وشربته كمان طبعا عسل يبقى لا هو تقيل ولا هو خفيف. مايل للتقيل شوية. تمام. زي ما انتم شايفين كده شربته العسل وكان مظبوط. الكمية اللي كانت باقية عندي ما شاء الله قضيتها. وكانت مكفية يعني. تمام. زي ما انتم شايفين كده. هنقطعها بقى وطبعا فرحانة جدا بيها فرحانة بصراحة. الحجم كبير ما شاء الله. وهي حلوة. والكريمة مظبوطة فيها. ومش سايحة. ويعني انا لسه بسجل لكم الفيديو ده الساعة 12 الساعة 1:30 او 2 بالليل. ما شاء الله هي لسه لحد الآن حلوة جدا. وكريمة زي ما هي سايحة جواها كده مش ماسكة او اتجلدت.
زي ما انتوا شايفين كده. بتمنى طبعا لايك واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني، عشان تدعموني كده بلايكاتكم الجميلة وكومنتاتكم الحلوة. سلام عليكم. يا رب ان شاء الله الفترة الجاية تكون خير، والعشر الاواخر دول يكون خير على امة المسلمين جميعا، اللهم امين. سلام عليكم.